مفاجأة كبيرة الحقيقة في التصريحات هذه نتاع لاعب بطل مدرب يدرب في الفريق المصري أخطأ أثناء المقابلة، وأنا حزين لا لخروج مصر لأن مستقبلها زاهر إن شاء الله، وإنما حزين للتصريحات هذه. هل شاهد المقابلة؟ عن أي مقابلة يتحدث؟ قال كانت مقابلة متوازنة ومتوازنة. الفريق المصري لعب 10 دقائق، إذا كان نحسب الوقت الإضافي لعب 15 دقيقة. الفريق المصري بدأ المقابلة في دقيقة 80. الفريق المصري تحب تفوز على السنغال في نصف نهائي كأس أفريقيا وتبدأ مقابلتك في دقيقة 80. أول تسديدة في الدقيقة، أول ركنية، هما السنغال عندها 7 ركنيات. انت اول ركنيه في دقيقه 84 او 85. التسديده الوحيده في دقيقه 95. ماذا يتحدث؟ ما هي هذه التبريرات؟ سامحوني في العباره والله يقولها بين ظفرين، سبيانيه. احنا عندنا يوم راحه اكثر، يوم راحه اقل. هذا برنامج من اول البطوله، برنامج من اول البطوله، ثم تنقلنا. هل تنقلتوا على الخيول؟ والاحصائيات تثبت كلامك. لا غير عادي. انا بسجل اعتراضي بس على كلمه صبيانيه. لا قلت لك بين ظفرين. لا مالهاش داعي. لا بين ظفرين. هذه وقت اللي انسان سامحني يبرر حاجه لا تبرر. انا ناكد لك وانه الاخ المصري اللي اتفرج المقابله لا يقتنع اطلاقا بما قاله. جاوب على اخطائك انت. لكن لا قال نحمل مسؤوليه الروح. اي لا بس الوصف كما ذكر صابر. انا قلت لك بين ظفرين. هو اللي ذكر حتى صابر يعني. انا قلت لك بين ظفرين. بين ظفرين معناها مالهاش داعي، يعني مالهاش داعي. انا صبياني هو مدرب كبير واسم كبير. انا نتجاوزه اسم كبير. اخطا طبعا، مش مختلفين في دي. اخطا. انا حزين لتصريحات حسام حسن. انا مانيش حزين لكونه الفريق المصري خرج في النصف النهائي، مش معناها حبيته يخرج، لأن مستقبله مشرق. يعني أنت صحفي كبير، مريت في مؤتمرات صحفية. ماذا يعني مؤتمر الصحفي لحسام حسن؟ مؤتمر صحفي بتعرف أخطأ في المؤتمر الصحفي أكثر من اللي أخطأ في المقابلة. ما معنى أنه أنا عندي 24 ساعة راحة في العالم الكل، في كل البطولات عالمية أفريقية. هذاك البرنامج هكا من أول من القرعة. يقول لك السنغال في مقر إقامتهم في نفس المنطقة وإحنا تنقلنا. هذاك البرنامج من الأول يا أخي. هذا يعني تنظيم البطولة. تنظيم البطولة في كل بطولة. في كل بطولة. طيب. سامحني اليوم التبريرات، علاش قلت لك تبريرات؟ نجم تبريرات فنية، تبريرات ربما تحكيمية. زين، والند للند بالطبع. وعندما تكون المقابلة فيها ربما لا مان اليوم المنتخب المصري ما يصيرش. خلينا نكون قاسي، انا ما نجاملش، انا ما نجاملش، ومن حتى العبارة عملتها بين الظفرين، لاني حسيت انا اكثر خروج مصر عنده 22 23 لاعب يلعبوا في البطولة المحلية، وختم قال انا املك 7 بطولات. اولاده معناها اولاد مصر. عندك زوز لاعبين يلعبوا معناها في الوجود اولادك، وعملوا 80 دقيقة بطولية. ليش ما حررتهم؟ ليش ما حررتهم؟ صحيح بطولية، اما 80 دقيقة في الدفاع. بالطبع لهنا نتفرجوا، واحنا نتفرجوا مع بعضنا. يا مصر قدم، يا مصر وينوا الهجوم؟ هذا التسديدة الوحيدة، شوف بدقيقة 95. بالطبع. طيب بس بعد التسديدة هذه يعني ذكر حسام بالأخير لمن يشكك وينتقد أنا أملك 7 بطولات في تاريخ مصر. لا هذا يضيف لي لحزني على تصريحاته. هل لأنه معناها الجواب في الندوة الصحفية على مقابلة وخروج مصر، هل أنه تذكرهم عندك 7 بطولات؟ الكل العالم يعرف اللي عندك 7 بطولات. معناها نساء ورجال وفي أقصى الشمال وأقصى الجنوب نعرفوا عندها ونقول. وأنا قلت مصر هي زعيمة أفريقيا، مصر هي سفيرة الكرة اليوم العربية. كانت ايش مدخل 7 بطولات بعد الخروج هذا. تذكرهم بالتاريخ، واحنا نتحدث عن الحاضر. امان حسام حسن، اذا كان هذا التاريخ يجب ان تبادر وتهاجم، تملك الامكانيات. هذاك علاش في اخر 10 دقائق كان المنتخب المصري قريب، بينت ملامح المنظومه الهجوميه. والله يا مشاري، والله يا صابر، والله معناها انا عندما اتحدث بوجيعه، وانا هالمجاملات هذه لا
لاني ريت انت تردد مجاملات من مجاملات صابر، تكلم بكل وضوح. لا اي صابر تكلم بكل لا وضوح. قلت انا انت تردد مجاملات. لا مش على صابر. العفو. طيب مجاملات على من مين؟ مجاملات لتصريحات ربما النقاو ما يبررها نتاع حسام حسن. جميل. لا يمكن تبرير ما لا يمكن ان يبرر. بس عملا بمبدا الحجه بالحجه. حسام حسن بيقول لك انه الفتره الزمنيه كانت وجيزه ما بين المباراه والمباراه. انا بمجرد ما سمعت التصريح رجعت فورا لارشيف مبارياتنا في البطوله اللي احنا وصلنا فيها للنهائي. زي ما بقول لك كده، احنا واجهنا كوت ديفوار ايامها في الدور ال 16 اول المراحل الاقصائيه في يوم 16 يناير. المباراه اللي بعدها كانت امام المغرب يوم 20، بعدها ب4 ايام، وامام كوت ديفوار لعبنا اشواط اضافيه وركلات ترجيح، وبعدها ب4 ايام لعبنا امام المغرب ووصلنا الادوار الاقصائيه وكسبنا في الادوار الاقصائيه، وبعدها ب4 ايام واجهنا الكاميرون ووصلنا للادوار الاقصائيه ب4 ايام بالظبط، وبعدها ب3 ايام بقى المره دي مش ب4 ايام زي دي، بعدها ب3 ايام واجهنا السنغال في النهائي ووصلنا كمان للادوار الاقصائيه. فشوف انت فارق زمني 3 ايام مش 4 زي النهارده. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه اللي هي الخاصه بكوت ديفوار، ما كوت ديفوار تعرض لنفس الموقف في نفس البطوله ومنذ ايام قليله، كان لاعب بعدك بيوم كامل وهو اللي تنقل وجالك في اغادير. طيب. مدرب كوت ديفوار ما تكلمش في القصه ديت. طيب اما في جزئيه المستقبل بس محتاج ارجع لها من ناحيه الارقام. يعني انت تقبل ان مصر تكون اسوأ احصائيه لمنتخب في نصف نهائي في كل مواجهات نصف النهائي في كل كؤوس افريقيا؟ لم احزن بسبب الخروج بقدر حزني، 3 تسديدات وحيده في المرمى، حزني على اداء المنتخب المصري في المباراه. طيب الجزئيه اللي ذكرتها، جزئيه المستقبل دي كمان محتاجه كلام كتير جدا، لانه احنا كان حتى محمد صلاح في اثناء البطوله اتكلم قال لك احنا عندنا لعيبه صغار ومعظمهم محليين. حته لعيبه صغار دي نكته كمان جديده جدا، واحنا قاعدين يعني يمكن سكتنا عليها لحد البطوله ما تخلص عشان مش عايزين نفتح في الجراح. احنا تاني اكبر معدل اعمار في البطوله يا مشاري. احنا عندنا 11 لاعب، عندنا فرقه كامله فوق ال30 سنه. عندنا بتكلم على الشناوي ومحمد صلاح وحمدي فتحي وتريزيجيه، عندنا بقول لك 11 لاعب كاملين فوق ال30، واحنا معدل المتوسط الاعمار بتاعنا 29 سنه و8 شهور عن اي مستقبل. يعني انا كنت اتمنى ان حسام حسن ومن اتحاد الكوره عشان انا احسب كل المسؤوليات اوزعها بحق الله، كنت اتمنى ان اتحاد الكوره لما حسام حسن يتولى المسؤوليه يبتدي مع عمليه الاحلال والتجديد بشكل منطقي وبشكل طبيعي. انما انا اقتحم هذه البطوله وانا معدل الاعمار 30 سنه. على العموم لكل حد انت ذكرت ان طموحك لنصف النهائي، وصل هو لنصف النهائي جميل، لكن الشكل ايضا ان انا الشكل ده لا يرضيني على الاطلاق، ان انا اخرج بهذه الصوره في امام فريق بحجم السنغال. لكن لمن يشكك في منتخب مصر ولمن يريد، ذكرها واضحه صريحه في خروج، هناك من يريد ان مصر تخرج من هذه البطوله. وكأني بحسام حسن يعمل محاضره على تاريخ الكرة المصرية، مش يناقش في مقابلة وأسباب الهزيمة. ما دخل تاريخ مصر في مقابلة أخفق فيها هو تكتيكيا؟ من ينازع في تاريخ مصر؟ هذه تعرف شو نسميها أنا ما قام به، لأنه التصريح فعلا أنا قلت لك حزين أكثر على التصريح، لأني يحترم كثيرا اللاعب حسام حسن والأسطورة حسام حسن. طيب. الفائز ب3 كؤوس أفريقية. ما معنى أنه تقول وأنه فما الناس تحب تخرجني من كأس أفريقيا؟ من هذا مع الأسف هذه ردة فعل عنا، يحب ربما يقنع ل 120 مليون مصري اللي فعلا جاتهم حسرة كبيرة، لوعة كبيرة بين ظفرين، حزن، نقولوش حزن احنا في الكورة في الأخير حزن كبير، إحباط بالطبع. تلوم الغير، احنا مشكلتنا كعرب عمرنا ما نلوم رواحنا، عمرنا ما انا اخطأت. يعني كانك تقول يجب يكون عندنا هناك شجاعة في مسألة يتقبل ان السنغال كانت افضل. صحيح. وهي المتسيدة، وانت لم تجاريهم فنيا تكتيكيا، ولم شوف تعرف في امكانيات الفريق. لو ان حاولت، لان هناك من يقول ان منتخبات افريقيا نيجيريا والسنغال وغيرها من المنتخبات، كوت ديفوار،
هناك من تلعب بشكل دفاعي وهناك من تلعب امامها بشكل هجومي، واليوم كان يجب امام السنغال يلعب بشكل هجومي عكس نيجيريا وعكس الكاميرون وعكس كوت ديفوار حامله اللقب. شوف، بعد مقابله الكوت ديفوار خرج لنا حسام حسن واحنا لهنا شدنا بالمنتخب المصري بشكل رهيب. اليوم وشايخ وانا عملت ال5-3-2 وانا عملت اشدنا به. اليوم عمل ال5-3-2 جاء خارج الموضوع. ايش مدخل تاريخ مصر؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما معنى أنك تقول وأنه يحبوا يخرجوني ما نحبش نوصل؟ أنا سؤالي معناه بديهي. بالنسبة للسنغال اليوم، السنغال ما شاء الله، السنغال مقابلة الحقيقة الفريق المصري 80 دقيقة هو في الدفاع، واللاعبين الكل اللي في الدفاع والشناوي عملوا مقابلة رائعة، مقابلة رائعة. تبقى قاعد وغادي. خليني نقول نوجعوا رواحنا احنا شويه العرب. شوف لفرقك يخرجوا مرفوعي الراس. تتذكر الكاميرون شعدينا يتو خرج بدري، خرج بكري. ارفعوا راسكم، خرجتوا والمستقبل ليكم ما عندكم، وعمرهم ما اتهموا الغير. كاميرون، كوت ديفوار اللي لعبت يوم اقل نفس وضعية حسام حسن، خرجوا شكروا المنتخب المصري. إذا نعيشكم تو اليوم ولاو الأفارقة تقريبا يعطوا فينا في دروس يكونوا. شنو الدرس؟ تعلموا كي تنهزموا، احترموا النتيجة. حسام